السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو النهارده ان شاء الله ريفيو عن خلاط براون. الخلاط ده جالي هدية، ده شكل الكرتونة، هو براون وسبع قطع، 7 في 1، وده شكله كده مجملا. هوريكم دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل. هو 850 واط وهو ميد ان جيرماني، يعني صنع في المانيا. بس بصراحة انا معرفش ده الاصلي ولا مش الاصلي، يعني لو حد عنده شبهه يقول لي برضو، لو حد عنده زيه بالظبط يقول لي ده الاصلي ولا مش الاصلي. هوريكم كده القطع اللي معانا، عشان في بنات كانت سالتني ازاي بتستخدمي خلاطك، فانا هوريكم برضو القطع بتاعته ازاي وبتشتغل ازاي، عشان لو في حد برضو عنده زيه ومش عارف يشغله. اول حاجه معايا ده الوحده الاساسيه او الجسم الاساسي بتاع الخلاط. دي السرعات معايا طبعا، ده اللي بيشغل هنا، ودي طبعا اللي بيركب عليها المطحنه. طبعا هي جاي معاها 2 مطحنه، ممكن تستخدمي واحده للتوابل والبهارات، سمسم، اي حاجه، وممكن واحده مثلا السكر المطحون، وممكن كمان تستخدمي، ممكن يتفرم فيها على فكره، بسم الله، لاني لها سكاكين مشرشطه او حاده شويه، ممكن تفرمي برضو قطع فيها لحمه صغيره. لكن هي جاي معاها كبه، هوريها لكم كمان شويه، بس انا حبيت اوريكم ان المطحنتين السكينه بتاعتهم متغيره عن بعض. دي سكينه عاديه، ممكن السكر البودره مثلا، يعني زي ما قلت لك حددي واحده للتوابل عشان ما فيش حاجه تكرف من حاجه، واحده للسكر البودره. طبعا بتركب عادي. هنا في طبعا الجزء ده، وطبعا عشان الخلاط يركب وتعرف ان هو صح لازم في تكه تحصل كده، ان هي اسمها تكه الامان، او عشان يعني لازم كده يركب كويس عشان يشتغل معايا. والفيشه طبعا معايا هنا العاديه، احنا عندنا في مصر الفيش معظمها عاديه زي كده، مش زي اللي بتبقى من دول الخليج من بره، بتبقى ثلاثيه. يعني انا خلاط التاني الفيشه بتاعته ثلاثيه، لكن ده عادي. هركبه دلوقتي في المشترك عشان اجربه لكم. كده انا وصلت الكهرباء. احنا بنشغل طبعا من هنا السرعات، لو عايزه سرعه عاديه او سرعه عاليه اهو شغال معايا، والسكينه بتاعته بتلف زي ما شايفين معايا. هغيرها واوريكم برضو التانية. بصوا شايفين كده، لازم كده جبت معايا وركب كويس. عايزه اخلع بضغط برضو كده والف عشان تدخل معايا. هركب برضو التانية، بسم الله. اهو شايفين كده كل السنون ركبت مع بعضها، والتكه الجامده دي عشان يبقى شغال معايا تمام. ونشغل بسم الله. سرعات بتلف معايا عادي جدا. عايزين نخلع، بسم الله. كده احنا جربنا المطحنتين، نركنهم كده على جنب. نشوف بعد كده دي الكبه، دي الكبه اللي جايه معايا. دي بقى لا فرم البصل لا فرم اللحمه، اي فرم انت عايزاه. دي بتشتغل عمل الكبه، يعني تتركب كده، ولازم طبعا الغطا يثبت كويس زي ما انتم شايفين، السن ده يدخل مع السن ده، ونبدا برضو نركبه على نفس الجزء كده. تمام، ركب كويس. نشغل بسم الله. نعلي السرعات اوريكم برضو، وتنزلي لو عايزه جزء جزء ينزل، ممكن تنزلي من القطعه اللي فوق دي. انت لو حاطه حاجه بسيطه وبتشغليها الاول، وبعد كده تنزلي هنا جزء جزء زي ما انت عايزه، ونخلعه اهو. يبقى ده كده جزء الايه الكبه. عايزه برضو اقول لكم على حاجه، لو مفيش حاجه كده راكبه على الجسم نفسه والكهرباء شغاله، وتيجي تشغلي هنا كده، استحاله ان هو يشتغل، مفيش حاجه شغاله، لان لازم الجسم يتركب عليه عشان يشتغل. عشان برضو لو ركبت الجسم وما اشتغلش معاكي، يبقى انت لازم يعني تحركي يمين شمال عند ما ايه يثبت معاكي وعشان يشتغل. دلوقتي بقى اوريكم ده الشفشق بتاعه، ده شفشق الخلاط. القطعه دي جايه معاه طبعا هو شفشق كبير اهو واسع وشكله جميل برضو، وده الغطا بتاعه، وجاي معاه القطعه دي. والقطعه دي ممكن انت تحطيها او لا، لو انت عايزه تستخدمي الخلاط كده عادي ماشي، عايزه تركبيها على فكره دي عشان تصفي الحاجه تنزل متصفيه. يعني مثلا لو انت بتفرمي فيها طماطم وعايزه تصفيها، فانت بتحطي الطماطم من الجزء ده هتنزلك في الشفشق متصفيه من غير ما تحتاجي ان انت تصفيها تاني بعد ما تفرميها، فهي هتنزل متصفيه. او مثلا اي عصاير برضو لو عايزه تعصري فيها اي عصاير سريعه، بتحطي هنا وتنزل منها متصفيه. بتركبي الجزء ده كده فيها من جوه
الجزء الواسع بيبقى تحت والجزء الرفيع ده بيبقى فوق اهو كده تمام. تركب والغطا كمان لازم يركب كويس ويثبت عليها زي كده. وبعد كده نقول بسم الله ونركب هنا اهو كده. الجزء ده جه مكانه كده تمام. بسم الله. السرعات معايا نخلع الشفشق اهو بكل سهوله يتخلع معايا. تكه بس كده ناحيه الشمال يتخلع معاكي، ناحيه اليمين يربط معاكي. يبقى كده خلصت الشفشق والمطحنتين والكبه. نيجي بقى اخر جزء اللي هو جزء العصير. الجزء الكبير بقى اللي هو ايه جاي الشكل بتاعه. بصوا حبايبي كده الجزء ده اهو ده بيجي معاه الجزء ده كده. دي بقى لاي عصير بقى، عايزه برتقان تفاح اي نوع فاكهه هينزل العصير صافي من هنا والجزء القشر بينزل من الناحيه التانيه. هنركب الجزء دلوقتي بتاع العصير اللي هو الاساسي. بسم الله. نركب كده وناحيه اليمين وبعد كده تكه دي. يبقى احنا كده الاجزاء دي كلها هتلاقيها راكبه مع بعضها والشكل كده متساوي. غير لو انا هفكه مثلا اهو شايفين يبقى الاجزاء مش على بعضها اهو كده بقى متركب كويس. كده الجزئيه كده معانا تمام والجزء اللي فوق ده كمان متركب. وبعد كده القطعه دي بتركب هنا كده تحت العلامه، تحت الجزء الاسود ده اللي نازل بتركب كده. هي سهله جدا وبسيطه. ليه؟ لان الجزء ده بقى اللي بينزل فيه القشور. دلوقتي بقى هنركب الجزء ده هنحطه كده وبعد كده هنلف عشان السنون دي او الاجزاء دي تدخل جوه كده. هي تمام مظبوطه. والجزء ده بقى والقطعه دي اللي بنحط بقى، بنحط هنا الفاكهه وبنزق بقى كده. ده عشان نزق بيها عشان يتفرم كويس. بنشغل كده بقى كويس بس. والجزء ده طبعا عشان نزق بيه كده الفاكهه لو في اي حاجه بنحط فيها كده. كل القشور هتنزل هنا وانت بتحطي حاجه بقى تستلقي بيها العصير من الناحيه دي. العصير هينزل صافي جدا، مش هيبقى فيه اي بذور او اي قشور او اي تفل. كل الاجزاء التفل هتنزل من هنا وهو هينزل من هنا سليم العصير معاه. وطبعا نيجي عشان نفكها عادي جدا هنشيل الجزء ده كده كده اهو. الفك بقى سهل والغسيل بتاعه كمان سهل جدا. نفك الجزء ده ونرفع لفوق والجزء كده بيطلع معانا. والتنظيف طبعا بتاعه بيبقى سهل. وده الجسم الاساسي للخلاط والمطحنتين والكبه. وبعد كده لو احتاجنا جزء العصير بنركبه زي ما شفنا مع بعض. خلاص كده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب تكونوا استفدتوا. ولو في حد عنده خلاط زي يقول لي، ولو في اي استخدام جديد ممكن تقولوا عليه. وما تنسوش يا جماعه لو سمحتوا لايك واشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين. اترككم في رعايه الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل بلوغ الاجل يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.